لا نندد في نحن الدولة الوحيدة التي هزمت إسرائيل ودخلت معها في حرب مباشرة، ولم نطلق شعارات ولم نصرح هنا وهناك، وقمنا بالحرب وأرغمناها. أنا لا أقصد مصر، أنا لا أقصد مصر، أقصد الدول العربية مجتمعة. أنا لا أقصد ليس مصر. بأن كل ما يحدث في منطقة الشرق مصر فيها ثالوث مقدس، لابد أن تعلموا ويعلموا الجميع. ثالوث مصر المقدس هي الأرض والشعب والجيش الذي خرج من الشعب. مصر لا تتقاتل عشان حاكم ولا تتقاتل عشان حكومة، نبدل 1000 حاكم ونبدل مليون حكومة، ولن تتفتت مصر، ولن تستطيع إسرائيل الدخول إلى الأراضي المصرية، ولا يمكن أن ترى في مصر يوما حرب أهلية. اتفرج وتعلم من سياسه مصر. ده رئيس اندونيسيا اللي قال لك من كام يوم ان انا هستقبل فلسطينيين عندي في بلد. الرئيس السيسي جابه هنا في مصر وشربوا شاي بالياسمين عشان يرجع في كلامه. المهم في ناس طالعه عماله تقول لك اصل الحرب هتقف واسرائيل خلاص بتتراجع. طيب عايزين نفهم بس ليه الناس دي بتقول كده. اول حاجه في اخبار طلعت ان في تمرد في صفوف جيش الاحتلال. يعني ايه تمرد؟ يعني في 1000 طيار من اللي هم بيسوقوا الطيارات الحربيه اسرائيليين طلعوا قالوا لك لا احنا خلاص مش هنكمل في الحرب دي، احنا عايزين نرجع الاصل. طلع نتنياهو قال لك خلاص الناس دي كلها ال1000 طيار لازم يتفصلوا. وكل الكلام ده طالع منين؟ طالع من صحف عبريه عندهم. ممكن تكون اسرائيل بتبين ان هي عندها مشاكل، وانا ما بقولش ان هي ما عندهاش مشاكل، هي عندها مشاكل كتير، بس ممكن يكون كل ده شو بس قدامنا ومره واحده يفاجئونا، فلا تامن مكروه. واللي عايز اوصله لك ان التوجه بتاع الاداره الامريكيه في الوقت الحالي بقى شغال في طريق عكس طريق اسرائيل. امريكا بتحاول ان هي تعمل اتفاق مع ايران. طيب هل اسرائيل موافقه على الاتفاق مع ايران؟ لا، اسرائيل اصلا مش عاجبها اللي امريكا بتعمله. والجهود المصريه اللي بتحصل دي لدرجه ان الرئيس اندونيسيا يطلع يقول لك احنا مستعدين نستقبل فلسطينيين، وبعد كده انت تجيبه مصر وتشربه كوبايتين شاي وتخليه يقف يحيي العلم المصري معاك. ده انت جبار يا جدع. وفي الاخر رؤيه مصر هي اللي هتتم، لان اعتقد كده ان احنا انتصرنا سياسيا في المعركه دي الحمد لله. اوعوا يا مصريين تقولوا ناكل احسن. والله العظيم والله العظيم والله العظيم لو بتمن التقدم والازدهار للامه انها ما تاكلش وما تشربش زي ما الناس بتاكل وتشرب، ما تاكلش وما تشربش. يقول لك انت بتقول ايه يا عم؟ يروحوا هم بقى مسكين الكلام ده. اسمعوا يا جماعه، يا جماعه انتوا عايزين تبقوا لكم مكان على الخريطه في دوله 95% منها ارض صحراء. صحراء 95% صحراء. ان المرء لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، وإن المرء لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يعني هم بيتحروا الكذب، هم عايزين يكونوا مكتوبين عند ربهم كذابين، كذابين مخربين مدمرين. كل يوم بيعدي على شعب يتنكد عليه والله حجم الاسم والظلم اللي بيتحملوه الاشرار فوق خيالكم. هم فاكرين العمليه ماشيه كده؟